اهلا بكم في حلقه جديده من جو شو على شاشه التلفزيون العربي 2. بنفكركم لو بتشوفونا من خلال السوشيال ميديا تقدروا تشوفونا على التلفزيون العربي 2 في الاوقات والترددات اللي تحت لينك الفيديو ده. كمان اشتركوا في قناه جو شو على اليوتيوب وفعلوا زر التنبيهات عشان دايما يوصلكم جديدنا اول باول، واعملوا لايك للحلقه وقولوا لنا رايكم تحت في التعليقات. واهلا بكم في حلقه جديده من جو شو. بصوا بقى، طبعا هنتكلم على الحرب اللي دايره ما بين ايران وامريكا اللي ملخبطه العالم كله وملخبطاني انا شخصيا. يعني مثلا من يومين بالظبط كده ترامب قال ان المفاوضات وصلت لحيطه سد وبنسبه كبيره هنرجع نقصف ايران تاني. الناس استعدت للحرب، قام ترامب يرجع يقول الهدنه مكمله بس الحصار مستمر لحد ما ايران ما تفتح هرمز وتتخلى عن النووي. انا الطيب وعامل فيها مش طيب. المواطن العربي يشم نفسه والجنيه خلاص اطمن ان الدولار جاب اخره، تلاقي ايران بتصعط وبتقول مفيش معنى الهدنه وفي حصار والسفن مش هتعدي من هرمز بدون اذننا، حتى النووي مش هنتخلى عنه. ترامب قال بس دقت طبول الحرب ومن الناس تستعد للحرب تاني. بعدها ترامب يقول خلاص هنعمل محادثات ايجابيه ومشروع اسمه الحريه يخلي سفن المنطقه تمر من مضيق هرمز. انا الطيب وعامل فيها مش طيب. المواطن يرجع يطمن تاني وعم حامد في شبرا يفتح قهوته لحد الساعه 3 الفجر. يقوم ترامب يقول مش هبعت مفاوضين امريكيين لان المفاوضات مضيعه للوقت، ويشحن الطائرات وجنود ومعدات عسكريه على الشرق الاوسط. لا استنى بقى يا عم ترامب، مش كل شويه تضلم وتنور كده اللمبه هتتحرق مننا. عايزين نرسى على وضع ونفهم ايه اللي بيحصل اليومين الجايين، لان واضح ان الصراع اتجدد حوالين مضيق هرمز. عشان كده حاولنا نستضيف مضيق هرمز تاني نفهم منه اللي بيحصل، بس هنعمل ايه؟ قال لنا مشغول الفتره دي. اتصل بيه كده افهم ايه اللي بيحصل عنده. ده هو صاحب مقوله الصديق قبل المضيق. ما نتصل بيه كده. عفوا، المضيق الذي تتصل به ربما يكون مغلقا أو خارج نطاق الخدمة. من فضلك يرجى مراجعة المفاوضات مرة أخرى. لا هيرد إن شاء الله. هو الو. ايه يا عم المضيق؟ ايه يا عم المضيق؟ مش انا قايل لك لما اتصل عليك ما تفتحش؟ مش معايا دولي يا اخي، اقفل ورن عليا. لا، ما هي مش شغلانه بقى افتح واقفل. خلاص يا عم مش مشكله. وايه يا عم المضيق، احنا مش كلمناك عشان تيجي؟ ما جيتش ليه؟ والله كنت نازل وركبت وجاي لك في الطريق. وايه اللي حصل؟ المضيق طلع مقفول يا ابني انت المضيق. ايوه صح. طيب يا سيدي ربنا يفك مضيقك ان شاء الله. المهم يعني احنا سامعين اخبار عندك ان امريكا بتقول عدت سفينتين وايران بتقول محدش عدى ووقفنا السفينتين. طمني ايه الاوضاع عندك بالظبط؟ هو مش باين على وشي باشا؟ انا متداس عليا من طوب البحر. معاك حق والله، انت حتى شكلك خاسس عن المره اللي فاتت. انت ماشي على نظام الطيبات ولا ايه؟ لا، انا ماشي على نظام المسيرات. نظام المسيرات؟ استر يا رب، ده عباره عن ايه ده؟ يعني مقلل سفن ومزود بوارج. سوري في الاكسبريشن. الاكسبريشنز معاك يا اخويا. طب كنت عايز اسالك يعني على حامله الطائرات. والله العظيم ما انا يا ابني حامله الطيارات، انت فهمت ايه؟ اقسم بالله ما طياراتي. ايه ده بس يا ابني؟ حامله الطيارات قصدي اللي هي السفينه اللي عليها طيارات. بعدين يا عم المضيق انت هتعمل لي فيها بريء؟ ده كومنتات البودكاست اللي فات كلها بنات عماله تكراش عليك. تعملهم علينا؟ ده انت طلعت دنجوان المضايق اللي بيسبب حرايق. يا عم بقى بلاش مضيق من الاحراج ده. ما انت عارف انا مقفول بس قلبي مفتوح الكل. ايه بقى عفاف رجينا؟ كلكم حبايب قلبي. جو، من برنامجك ده ببعت رسالة لشاهندة 99. اوردر شي ان اعتبريه وصل. وافتح الازهر عايزة اشوفك. شوطها له. شوطها له. اخصى عليك يا مضيق. معقولة يعني تيجي لشاهندة ومش عايز تيجي لنا؟ لا، اصل دي طلعة سريعة كده اعزمها على ايس كريم وحفلة تنورة. تنورة؟ ربنا يبلسم قلبك يا مضيق. يا مضيق بقول لك ترد بايه على الناس اللي بتقول ان انت بتعدي ناس على حساب ناس زي الصين وروسيا وشاهندة؟ ايه مش المفروض المضيق يبقى مفتوح للكل؟ ايه ده؟ انت مش متابع ولا ايه؟ ما ترامب عمل مشروع الحرية.
ومشروع الحريه ده هيعدي كل السفن؟ اللي ترامب حر يعديها بس. والله العظيم الواحد مقفول من اللي بيحصل. انت بتعايرني؟ طب اقفل. يا ابني اقفل ازاي؟ انت المضيق، انت اللي بتقفل وبتفتح. يلا سلام. هيجي منين السلام؟ جو عايز ايه؟ بقول لك ايه، ما تخلي الاي اي عندك يعمل لي شعر زي الممثل التركي بتاع مهند ونور، عشان كومنتات البنات تزيد. يلا مع السلامه يلا. لا يا جو وربنا، عشان التفاعل في الحلقه مش عشاني. قصدك يعني زي كده؟ والله العظيم فاجر. لا مش هنعملها، ولو كلمناك وما ردتش مره تانية هعمل لك تسريحه شبيه العندليب الابيض. امشي يلا. جو يلا سلام يلا. شفتوا يا بنات؟ ادي المضيق اللي انتوا بتحبوه وهتتجننوا عليه في الكومنتات. عبث في عبث، مش فاهمين منه اي حاجه ما بين امريكا وايران. لا خلينا احنا بقى الرجاله في الجد بتاعنا. عشان كده انا اروح للرجاله، اولهم عضو مجلس شورى حالي مع خبير استراتيجي يقول